ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال طول الوقت. حبيت ان انا كده ارجع لكم بعد فترة انقطاع كده بسبب كاس العالم. الناس كلها طبعا مشغولة بكاس العالم الفترة دي، منهم انا بصراحة. فحبيت كده ان ده يكون فترة كده بريك بيني وبينكم، وحبيت ان انا ارجع لكم تاني واوعدكم ان شاء الله ان انا هستمر وهنزل لكم ترشيحات لافلام قوية جدا في الفترة اللي جاية ان شاء الله. فحبيت ان انا نقطة رجوعي النهاردة تكون بافلام الرعب اللي مبنية، القناة مبنية في الاساس على افلام الرعب وترشيحات افلام الرعب اللي انا وانتوا بنحبها. فحبيت النهاردة ان انا ارشح لكم 5 افلام رعب قوية جدا من نفس السلسلة الخاصة بترشيحات افلام الرعب اللي هتلاقوها موجودة في القائمة الخاصة بأفلام الرعب. ادخلوا عليها هتلاقوا فيه ترشيحات وفيديوهات كتيرة جدا خاصة بترشيحات أفلام الرعب. فحبيت ان انا ما اضيعش وقتكم. ما تنسوش الناس اللي اول مره تتابعني ان انا عندي قناه تانية على اليوتيوب، قناه خاصه بقصص الرعب برضو، بما ان انا عاشق لقصص الرعب فعملت قناه تانية خاصه بقصص الرعب. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت. ما تنسوش الناس اللي اول مره تتابعني ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو علشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. اول فيلم حابب اكلمكم عليه هو الفيلم اللي نزل في 2019، فيلم اس. الفيلم بيتكلم عن اسره بتروح تقضي اجازه على البحر، وفجاه بيظهر قدامهم عيله شبههم بالظبط، نفس الوجوه لكن بنسخه مرعبه وصامته جدا. كل ما الاحداث بتتقدم الفيلم بيكشف اسرار صادمه عن اصل النسخ دي وليه موجوده من الاساس. القصه زي ما انتم شايفين كده قصه مختلفه تماما ما اتعملتش قبل كده، وغير الرسائل الباطنيه كده اللي موجوده والدروس المستفاده اللي خدتها من القصه دي. دروس ورسائل كتيره جدا عن المجتمع وعن الهويه. فيلم مش يعتبر من افضل افلام الرعب اللي هتشوفها او فيلم جامد او كده، ولكن فيلم حلو جدا عجبني جدا، يستحق المشاهده ويستحق وقتكم. تاني فيلم حابب اتكلم عليه التحفة السينمائية، فيلم جوست شيب اللي اتعمل في 2002. الفيلم ده طبعا فيه واحدة من اشهر افتتاحيات افلام الرعب اللي اتعملت في التاريخ بدون مبالغة. طاقم انقاذ بيعثر على سفينة ضخمة اختفت من اكتر من 40 سنة وسط البحر. اول ما بيطلعوا عليها بيكتشفوا انها فاضية، او على الاقل ده اللي كانوا فاكرينه، ولكن السفينة مليانة اسرار وارواح ولعنات، وكل ركن فيها بيحكي حكايه مرعبه. اول 10 دقائق في الفيلم دي زي ما انا قلت لكم كده من اقوى افتتاحيات افلام الرعب اللي هتشجعك اصلا ان انت تكمل القصه. كان عاجبني جدا الاجواء والديكورات الخاصه بالسفينه نفسها، والاحداث السريعه، الاحداث اللي هتخليك فعلا ما تملش طول الوقت. اجواء كده عزله طول الوقت في البحر هتخليك تحس ان انت مش مرتاح او في حاجه غلط. مؤثرات بصريه كانت سابقه عصرها في الوقت ده، بالرغم ان الفيلم ده اتعمل في 2002، ولكن الفيلم ده ما خدش حقه اطلاقا، ويعتبر من اكتر الافلام المرعبه الاندر ريتد اللي شفتها في حياتي، وارشحها لكم بقوه. ده غير برضو حابب ان انا منساش النهايه، البلوت تويست يا جماعه اللي حرفيا انا ما كنتش متوقعه اطلاقا. Trapped here. حابب طبعا ان انا برضو ارشح لكم ثالث فيلم، وهو من افضل افلام الرعب النفسيه اللي اتعملت في التاريخ بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير، فيلم جيت اوت، اللي اكتشفت برضو ان في ناس كتيره من اصدقائي ما شافوهوش لحد دلوقتي. الاول هتفتكروا فيلم عادي عن زياره شاب لعيله خطيبته، ولكن بعد نص ساعه هتكتشف انك داخل على واحده من اغرب قصص الرعب في تاريخ السينما. شاب اسود البشرة بيروح يقابل اهل حبيبته البيض، لكن تصرفاتهم الغريبة تكتشف ان في سر مرعب مستخبي ورا العيلة دي. الفيلم ده افتكر ان انا شفته حوالي 4 مرات لحد دلوقتي، وما عنديش مشكلة ان انا اشوفه للمرة ال5 من كتر المتعة والوجبة الدسمة المرعبة اللي هتشوفها من الفيلم ده. بالمناسبة صناع فيلم جيت اوت هو نفسه صناع فيلم اس، ولكن طبعا فيلم اس مش بنفس قوة فيلم جيت اوت.
ده حاجة وده حاجة تانية خالص. طبعا فيلم جيت اوت ده حاصل على جايزة الأوسكار لأفضل سيناريو. طبعا زي ما انتم شايفين ده رعب نفسي ممزوج برسائل كده عن المجتمع اللي احنا عايشين فيه والتنمر والعنصرية والحاجات اللي احنا بنشوفها في الفترة اللي احنا عايشين فيها دي. لما تيجي تركز في الفيلم ده وتشوفه أكتر من مرة هتكتشف إن في تفاصيل أنت ما كنتش بتاخد بالك منها في البداية، يعني كل تفصيلة في الفيلم ليها معنى، وكل إعادة مشاهدة للفيلم ده فعلا هتخليك تكتشف حاجات جديدة بتكتشفها لأول مرة. وإن شاء الله في يوم من الأيام هبدأ أعمل فيديو هتكلم فيه عن الحاجات اللي اكتشفتها عن الفيلم ده ما كنتش مكتشفها قبل كده في المرات أو في المشاهدات الأولانية من الفيلم ده. الافلام اللي حابب اكلمكم عليها هو فيلم اوكيولوس اللي اتعمل في 2013. الفيلم بيحكي عن اخ واخته بيحاولوا يثبتوا ان في مرايه اثريه ملعونه هي السبب في حدوث لعنه حرفيا في البيت بتاعهم، لكن كل ما يقربوا منها بيلاقوا ان الواقع بقى ممزوج بالخيال، ما بقوش فاهمين هو ايه اللي بيحصل وايه الحقيقي من الخيال اللي موجود في البيت. من الحاجات اللي هتخليك ان انت تتشجع ان انت تشوف الفيلم ده ان الفيلم ده من اخراج مايك فلانيجان، واحد من اشهر مخرجي افلام الرعب اللي اتعملت في التاريخ. ولو انت مش عارف مين مايك فلانيجان دور عليه في جوجل وانت هتعرف. حرفيا اسلوبه هيخليك قاعد طول الوقت مش مرتاح، ده غير الانتقالات الزمنيه العبقريه بين الماضي والحاضر. من الافلام اللي حابب اكلمكم عليها اللي يعتبر بالنسبه لي من افضل افلام الرعب اللي اتعملت في التاريخ، كنت انا عامل قبل كده فيديو بتكلم فيه عن افضل 16 فيلم رعب نزلوا في تاريخ السينما، ده كان واحد من ال 16. طبعا هسيب لكم لينك الفيديو ده في الديسكربشن تحت، ما تنسوش ان انتوا تشوفوه بعد ما تشوفوا الفيديو ده. وهنا بكلمكم عن فيلم لاست شيفت اللي اتعمل في 2014. القصه بتحكي عن ضابطه شرطه جديده بتستلم اخر نبطشيه في اسم هيتم قفله نهائيا. في الاول كل حاجه طبيعيه، لكن مع دخول الليل بتبدا تسمع اصوات، تشوف اشخاص المفروض ان هم مش موجودين حواليها، تكتشف ان الاسم ده ملعون بلعنه هتهدد حياتها طول ما هي موجوده في الاسم ده. الفيلم ده تقريبا لما انا شفته لاول مره اكتشفته كده بالصدفه، كان موجود على اليوتيوب واعتقد انه ما زال موجود على اليوتيوب لحد دلوقتي، وشفته بالصدفه وحرفيا انبهرت بيه. الفيلم هنا مش بيعتمد بس على الجامب سكيرز، لا هنا بيعتمد على التوتر النفسي اللي يخليك فعلا قاعد على اعصابك طول الوقت. اغلب الفيلم موجود في نفس المكان او نفس الاسم اللي البطله بتمثل فيه مع نفس البطله، ولكن بالرغم كده انت حرفيا اراهنك ان انت مش هتحس بأي ملل إطلاقا. والنهاية فعلا يعني نهاية صادمة بتخليك تعيد التفكير في كل اللي انت شفته قبل كده، مش مجرد نهاية عادية. بالرغم ان ميزانيته كانت قليلة جدا ولكن خرج منه حاجة حرفيا فوق الوصف، زي بالظبط فيلم اوبزيشن اللي اتعمل السنة دي في 2026. كانت ميزانيته قليلة إلى حد ما، ولكن برضو حصل حاجة ما كانتش متوقعة تماما. بس كده دي كانت حلقتنا، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش ان انتوا تشوفوا فيديو افضل 16 فيلم رعب نزلوا في تاريخ السينما. طبعا هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت، هسيب لكم لينك قناه قصص الرعب برضو في الديسكربشن تحت، ما تنسوش ان انتوا تشتركوا فيها. وطبعا للناس اللي اول مره تشرفني ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو علشان ما يفوتكمش كل جديد. كان معاكم محمد العيدي في قناه فيلم على الرايق، سلام عليكم.